يا مساء الخير عليكم، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناتكم من قلب العش. النهارده هنفيدكم بفيديو جديد وجميل. يا رب اكون عند حسن ظنكم ونستفيد من الفيديو. تعالوا نتابع في الفيديو ده. النهارده هنتكلم عن ايه؟ دول التلات زغاليل اللي احنا كنا متابعينهم في الاول. من اول كانوا 4 بيضات. طبعا في بيضة ما كملتش، كبست الزغلول كبس. ودول التلاتة اللي فضلوا معانا من اول لما اتفقسوا لغاية النهاردة، برضو بنهتم بيهم يوم بيوم. بنشوفهم طبعا كلوا ولا لأ، بنشوف اهاليهم اكلهم ولا لأ. برضو لو محتاجين حاجة، مثلا لو محتاجين اكل مثلا احنا ممكن ناكلهم. لو مية مثلا من كتر الاكل اللي بياكلوه مثلا ممكن نشربهم مثلا في اخر اليوم. لازم نتابع صحة الزغلول. مثلا في اليوم مرتين او 3 مرات على حسب ما انت بتطلع برضو العش. فلازم نتابع معاهم اول باول، لان ساعات ممكن الاهالي تاكلهم كتير بس ما تشربهمش ميه، والعكس برضو تشربهم مثلا بس ما تاكلهمش كتير. فلازم نتابع اول باول صحة الزغلول والكلفة الكويسة والمتوازنة. هنتكلم عن فيتامين النهاردة بسيط، لكن تأثيره جبار على صحة الحمام. الفيتامين ده ممكن يفرق معاك جامد جدا، خصوصا في الصيف والحر الشديد بتاع فصل 7 و8. بيحمي زغاليل والكبار من مشاكل كتير ويمكن انت مش واخد بالك منها. فيتامين ده مضاد أكسدة طبيعي، يعني بيحارب الفيروسات والبكتيريا اللي بتهاجم جسم الحمام، وبتساعد الجسم الحمام انه بيطرد السموم ويقوي جهاز المناعة. ومش بس كده، ده كمان بيساعد في تحسين الشهية وتقوية العظام والريش وتقليل الإجهاد الحراري، خاصة في فصل الصيف والحر بتاع الصيف. بتبقى درجة الحرارة عالية والحمام بيتأثر بالحر جامد، فبيقلل أكله، ممكن يضعف ويتعرض لضربة شمس أو تعب مفاجئ. هنا بقى الفيتامين ده بيدخل زي البطل، بيساعد الحمام يواجه الحرارة وبيحافظ على نشاطه وبيمنع الجفاف بشكل غير مباشر. غير كده كمان لو عندك زغاليل زي كده يبقى لازم نديهم الفيتامين ده. ولو عندك حمام سباق هيساعد برضو على تحمل المجهود والتعب. طبعا دي ذرة، هندي كل زغلول كده حبة ذرة. برضو عايز اعودهم عليا. الزغلول طبعا اشقى زغلول فيهم، وكل شوية طبعا عاوز ياكل. طبعا دول حبة ذرة كده صغيرين. برضو بنساعد مع الاهالي كده. ادينا برضو ايه، بنقعد برضو ايه، الواحد بيكون فاضي بيفضل مع الزغاليل ويفضل يلعب معاهم عشان يتعودوا عليه. الواحد برضو ما بيصدق بيخلص كل حاجته بتاعت يومه ويطلع يأكل الزغاليل ويفضل يلعب معاهم كده، لان الفترة دي او اللحظة دي بيبقى الواحد مستنيها. بتخف عنه كل حاجة في اليوم. طبعا نزلناهم الارض بقى، تعالوا نشوف ايه هو الفيتامين. دول 3 لتر مية. وده الفيتامين اللي هو فيتامين سي، ده طبعا بشري. البيتري طبعا خلص فاضطرينا نلجأ للبشري. دي طبعا العلبة جواها الفيتامين. جرعته ربع قرص على لتر مية. يعني المفروض ما انزلهاش كاملة، انزل 3/4 واسيب ربع. بس انا للأسف نزلتها كاملة، لان الربع ده يعني هرميه، مش هستفاد منه بأي حاجة، فقلت احط القرص كله بدل ما ارميه احسن. طبعا الفيتامين ده طبعا مفيد جدا جدا في فصل الصيف والحر. بنستخدمه طبعا بعد اي علاج او مضاد حيوي. ولو عندك برضو زغاليل صغيرة ده مفيد جدا ليهم. واثناء فترة تغيير الريش ده مفيد جدا برضو للحمام الكبير، افيد برضو. ومع الحمام السباق بعد المجهود، عشان يعوضوا برضو الحر اللي شافوه برضو في الطيران. ممكن برضو نستخدم الفيتامين ده مرة في الأسبوع.
علشان ما يضرش معدة الحمام اللي هم لسه صغيرين. واهم برضو حاجة ما نسيبش المية اكتر من 6 ساعات في المسقى، لان الفيتامين ده بيتأكسد بسرعة. يعني 6 ساعات ونرفع المسقى بتاعت المية ونغيرها بمية نضيفة. ده كده بعد ما القرص خلاص كده اتعمل في المية وداب في المية، هنبتدي بقى نحضر مسقة المية. هنرفع بس الزغاليل لقص الحمام، وبعد كده نقدم له المية، لان احنا شايلين منه المية معطشين وبقاله فترة. طبعا دي حبة ذرة وجرة منهم للحمام مع حبة عيش، عيش ده متكسر صغير، ده عشان فيه خميرة فمفيد جدا للحمام والزغاليل أخص يعني. وطبعا الخميرة دي بتتقدم بعد أي فترة علاج أو للزغاليل، ودي هنتكلم عليها في فترة تانية عشان لأنها هتاخد برضو مننا حلقة تاني. ما تنسوش الفيديو لو عجبكم اعملوا لايك وفعلوا الجرس واشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل جديد بنزله في القناة، وعلشان برضو نعرف اذا كان المحتوى اللي احنا بنقدمه مفيد ولا لا. وحابب اقول لكم مستني الكومنتات لو حضراتكم عايزين اي موضوع نتكلم فيه عن الطيور او الحمام عامة. اكتبولي في الكومنتات وانا نتكلم عليها في الحلقة. ده الدكر، احنا طبعا فصلنا النتاية لان العش صغيرة، والدكر والنتاية انا مش لاقي لهم حل لانهم بيتخانقوا مع بعض كل شوية، غيرانين طبعا من على الزغاليل، فكل واحد عايز ياكل الزغاليل بتاعته. الدكر لسه طبعا شارب، هيبتدي بقى ياكل الزغاليل انهم طبعا جعانين. انا كنت مجوعهم وشايل من عندهم الميه بقى طبعا بقى لي فتره. هيبتدي طبعا باول زغلول ده، الزغلول طبعا اللي هو النتاية اليمني والدكر الباكستاني. ودي اجمل لحظة الواحد ممكن يشوفها، بتنسيه هموم طبعا الشغل، بتنسيه هموم الدنيا كلها قدام الحمام او قدام اي طير عامة. لحظة التأكيل دي بتبقى لحظة يعني الواحد بيحب يشوفها جدا. والاب حنين كده على الزغاليل، وخصوصا هما 3 زغاليل، فدي تعب طبعا بالنسبة له ومجهود طبعا عليه على القص عامة. وبعدين القص ده احنا مجربينه كذا مرة، هو قص حنين جدا. فحطينا ال4 بيضات دول، طبعا واحدة طبعا فيهم اتكبست جوه البيضة ملحقتهاش، ودول ال3 الحمد لله اللي طلعوا والحمد لله. في برضو حاجة لازم نتكلم عليها. في طبعا دول 3 زغاليل، لازم برضو نتابع نشوف ال3 زغاليل اكلوا ولا لأ، لان في ساعات لما بيكون في زغلولتين تحت القص بيأكلوا واحدة ويسيبوا واحدة، فلازم نتابع ال3 زغاليل ونشوفهم ال3 كلوا زي بعض ولا لأ. لان لو في زغلول مكلش بنشيل الزغاليل اللي كلت وبنسيب الزغلول اللي هو مكلش. دي النتاية كنا شايلين طبعا من قدامها المية معطشينها علشان برضو تشرب اكبر كمية بفيتامين وتسقي برضو الزغاليل. هنحط لها برضو شوية حبة اكل كده جوه الطاجن وعشان برضو تكلف الزغاليل برضو. يبقى الدكر والنتاية كده اكلوا ال3 زغاليل. هنا طبعا بعد ما كلت وشربت الفيتامين سي تبتدي بقى تأكل ال3 زغاليل. في حاجة برضو مهمة كنا عايزين نتكلم عليها. في وسط الحر الشديد ده ايا كان بتأكل الزغاليل مفروض مرة الصبح ومرة بالليل. لازم برضو نتابع معدة الزغلول، لان ساعات الذكر او النتاية بيكلفوا الزغاليل بس المعدة بتاعتهم بتكون حجر، لان احنا في فصل الصيف، فالزغاليل دي محتاجة برضو مية كل شوية علشان كمان تعرف تهضم الاكل. لان في مرة طلعت باكل في الحمام، لقيت زغلول من ال3 زغاليل دول المعدة بتاعته حجر، كانوا واكلين كتير كلفة كتير لكن ما كانش فيه مية.
فلازم نتابع حوار المية ده على طول باستمرار علشان الزغاليل ما تموتش. يعني بعد الكلفة نتأكد ان الزغلول شرب مية كتير علشان يعرف كمان يهضم الاكل. وباختصار يا رجالة، فيتامين سي ده مش رفاهية للحمام، ده سلاح لازم يكون معاك خصوصا في الصيف. بيقوي المناعة، يظبط الزغلول، ويخلي الحمام الكبير قوي علشان يعرف يأكل الزغاليل. لو لسه مجربتش تدي فيتامين سي لحمامك، ابدأ من النهاردة وشوف النتيجة بعينك. ولو عجبك كلامي اديني كده لايك حلو، وسيبلي كومنت تقول فيه انك جربت فيتامين سي علشان حمامك يبقى قوي. وما تنساش تشترك في القناة علشان اللي جاي من قلب العيش احلى واقوى. ادعولنا بالبركة، وربنا يبارك في كل حد بيحب طيره ويصونه. سلام.